السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة شاشة 39 بوصة، جهاز جاك. الشاشة فيها مشكلتين، هنوصل كده نشوف المشكلة مع بعض. نوصل باور. الليد نور اهو يا شباب. المفروض الشاشة كده هتفتح زي ما انتم شايفين كده، في خطين تحت. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، عندنا مشكلة ازدواج، وعندنا مشكلة تكرار الصورة. لاحظوا كده معايا، شفتوا الوضع؟ الصورة بتتكرر وفي ازدواج في الصورة بيحصل. طبعا المشكلة دي في البانل. هنفكه كده ان شاء الله الجهاز، نبص على البانل كده مع بعض، نشوف مشكلته ايه. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فتحت الشاشة. طبعا في الاعطال اللي زي دي المشكلة في البانل. فاول حاجة طبعا بنطمن عليها التكون. ده التكون بتاع الشاشة. ده رقمه يا شباب، عشان اللي يبقى عنده نفس البانل، يعني فيه نفس المشكلة. لأنه طبعا انتوا عارفين ان البانلات مش زي بعضها. انا بتكلم عن البانل ده بالرقم اللي انتوا شايفينه ده قدامكم. طبعا يا شباب في الاعطال اللي زي ديت، اول حاجة بنطمن عليها طبعا الجهود. معلش بقى استحملوني في التصوير شوية، لان انا بصور بايد وبقيس بالايد التانية. اول جهد طبعا بيبقى ال 12 فولت بتاع تغذية البانل، بيبقى على المكثف ده زي ما انتم شايفين كده، 12 فولت في سي سي، الدخل العمومي البانل على المالتيميتر اهو. تاني فولت طبعا بنشوفها يا شباب الفي جي اتش والفي جي ال بتوع خارج اي سي الدي سي. بيبقى هنا كده الفي جي اتش، نقيسه كده. زي ما انتم كده شايفين يا شباب، حوالي 30 فولت. نشوف الفي جي ال سالب 9 فولت يا شباب. طبعا بيبقى في تيست بوينت مكتوب عليها البيانات بتاعه الفولتيات دي، بنقيس عليها. نشوف الفي كوم. موجود 6 و8 فولت، يعني حوالي 7 فولت. الجهود كلها زي ما انتم شايفين يا شباب ثابته، هي ما فيهاش تغيير. طيب المشكله في ايه؟ طبعا المشكله هنا في الاشارات اللي بتروح لاي سي الدي سي، لان البانل هنا عندنا في مشكله في بعض البكسلات، في شورت في بعض الترانزستورات المسؤوله عن اناره البكسلات. وطبعا الترانزستورات دي بيبقى معدي عليها خطوط الفولت بتاعت الفي جي ال والفي جي اتش. فطبعا نتيجه الخلل في الترانزستورات ديت، اي سي دي سي بيبعت اشارات غلط، هي اللي بتخلي في تكرار في الصوره وبيحصل ازدواج زي ما انتم شايفين كده. هنشوف كده المسارات اللي جايه من الترانزستورات اللي فيها المشكله، اللي عامله لخبطه في الاشارات ديت. وارجع لكم تاني بس اما اثبت الكاميرا. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما شفت المسارين اللي هم عاملين مشكله عندنا. لو لاحظتوا معايا هنا كده عند تاني مقاومه اللي خارجه من اي سي الدي سي هنا، بصوا كده على المالتيميتر. خدت بالكم يا شباب؟ الفولت مره في جي اتش ومره في جي ال. هو الاختلاف اللي بيحصل بين الفولتين دول هو اللي عاملين عندنا المشكله في البانل. زي ما انتم شايفين كده عمل تكرار الصوره والازدواج. لو شفنا المسار اللي بعده، تالت مقاومه، خدت بالكم يا شباب؟ شايفين التردد في الفولت.
مرة -9 ومرة 29 زي ما انتم شايفين كده. هو ده اللي عمل المشكلة طبعا. وانا كنت عملت مشكلة زي دي، كانت في بعض الموديلات الصورة بتيجي تقف، بيحصل لها زي عملية فريز كده او تجميد. كنت عامل فيديو عن شاشة تشيبا كان فيها نفس المشكلة دي كده. هفصل كده انا ان شاء الله المسارات ديت واشوف هنعوضهم ازاي. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فصلت المسارين اللي هم كانوا على المقاومتين اللي احنا قسناهم في الاول. انا طبعا فصلت المقاومتين، فصلت المسار عن الاشارات اللي بتروح لاي سي الدي سي، وخدت الفولت مباشر من التست بوينت بتاعت الفي جي ال والفي جي اتش. لما نيجي نقيس كده على طرف المقاومه الاولانيه زي ما انتم شايفين كده بقى -9 اهو، ثابتين، ما عادش فيه تغيير. الاول كانت بتقلب معانا -9 وشويه تقلب معانا 30 فولت، كانت بتبدل بين الفي جي اتش والفي جي ال. نشوف المسار اللي بعده كده بقى حوالي 30 فولت اهي يا شباب، ثابتين اهم، ما عادش فيه المشكله اللي كانت بتحصل في الاول. هنقلب كده نشوف الصوره بتاعت الجهاز اخبارها ايه. زي ما انتم شايفين كده يا شباب الحمد لله الصوره اتظبطت اهي، ما عادش فيه ازدواج ولا الصوره عادت بتتكرر. هقفل كده ان شاء الله الشاشه ونشوف النتيجه والصوره النهائيه مع بعض. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما وصلت ريسيفر للجهاز نشوف الصوره مع بعض. الحمد لله الجهاز شغال تمام. وطبعا في خط هنا فوق، خطين هم زي ما انتم شايفين، دول اللي هم سبب المشكله، مش باينين يعني. الحمد لله الجهاز شغال تمام، ما عادش فيه طبعا تكرار صوره ولا ازدواج ولا اي حاجه. الجهاز اهو انا لسه ما قفلتوش. زي ما انتم شفتوا كده فصلنا المسارين اللي كانوا عاملين مشكله في الاشارات بتاعت اي سي الدي سي، وشفنا طريقه التوصيل ازاي. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.